فانت شايف ان ده المكسب وان هي دي الحياه اللي انت نفسك فيها، وده بيحصل للمتدينين. لما تيجي يقول لك واحد ايه بيخسر، ده خسر فلوس كتير، ده خسر حتى عندنا في مصر يعني لما يجي يقول بقى ده واحد خسر يعني يقول لك ده خسر، ده فلان خسر نفسه، في اشاره انه ايه ده اعلى خساره ممكن تخسر انسان يخسرها، مش كده؟ فلان خسر نفسه. اهو اللفظ ده لفظ قراني، قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. كملوا الايه. الخسران ايه الواضح، انتوا زي مش شايفينه، ده الخسران المبين. يعني كانك كل ما تيجي كده تشوف واحد من اهل الدنيا وهو في ميزان الشرع لا يساوي شيئا، لان ممكن واحد من اهل الدنيا ربنا يعني فاتح عليه في الدنيا وفي الدين، يعني مش لازم اللي معاه دنيا ده يبقى وحش، مش لازم يعني ماشي، انما لا، واحد ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في الدنيا لكن هو بيخسر دينه يوم عن يوم، بيخسر دينه. فانت شايف ان ده المكسب وان هي دي الحياه اللي انت نفسك فيها، وده بيحصل للمتدينين. وايه يعني لما بقى كده تقوم على طول مفكر نفسك بايه؟ قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. الخساره مش خساره الدنيا، الخساره مش ان اجوع هنا والبس ثياب متواضعه هنا وما يبقاش عندي سياره هنا، مش دي الخساره. الامام احمد له كلمه جميلة جدا بحبها الحقيقة، يقول ايه؟ طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنما هي أيام قلائل.